السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دهب تي في. تصريحات نارية لعلي الزجعان لاعب نادي الاتحاد السابق ولاعب نادي الفتح الحالي بشأن مؤامرة أدت إلى رحيله من العميد. وعشان ما نطولش عليكم يلا بينا نشوف علي الزجعان قال إيه بالظبط. وقال صراحة تصريحات قوية جدا بخصوص رحيله من نادي الاتحاد، واتكلم عن المدربين اللي ضربوه في نادي الاتحاد وعن حقيقة المؤامرة اللي حصلت عشان يبتعد عن نادي الاتحاد. يلا بينا نشوف تصريحات علي الزجعان المثيرة. أكد لاعب نادي الاتحاد السابق ولاعب نادي الفتح الحالي علي الزجعان في تصريحات صحفية أن تجربته في الاتحاد ثرية وأضافت له الكثير، لكنه تعرض فيها للكثير من التهميش وواجه مؤامرة داخلية. ويحكي الزجعان بداياته فيقول بأنه سعد كثيرا بعد أن تمت إعارته لنادي الاتحاد لموسم كامل، فالاتحاد نادي كبير ومن خلاله كان يطمح لأن يسطع نجمه فيه، ولكن ما حدث معه لم يكن يتوقعه، إذ يشير الزجعان إلى أنه بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد وبدء التدريبات مع الفريق لاحظ تهميشا كبيرا من قبل المدرب دياز رغم ما قدمه من مستوى وجهد في التدريبات والمباريات الودية من أهداف وصناعة أهداف وركلات ترجيح وغيرها، بشهادة من مساعد المدرب بندر بصريح الذي كان يشجعه على الاستمرار ويثني على إنجازاته وتميزه في اللعب ويدعوه للصبر حتى يظهر للجميع قدراته كونه لاعبا مستجدا في الفريق. ويضيف الزجعان قائلا بعد إنهاء عقد المدرب دياز تولى بندر بصريح ملف التدريب بدلا عنه، ولكنني تفاجأت بأنه بدأ في تهميشي بشكل أكبر، إذ عمل على تغيير اللاعبين القدامى في النادي وتهميشي بشكل تام، وقد يكون ذلك حرصا منه على البقاء في منصبه، لكنني لم أستسلم وكنت على يقين بأن الوضع سيتغير ويأتي من يمنحني حقي. وفعلا جاء بيليتش الذي وضع قائمة بأسماء 20 لاعبا للعب في مباريات هذا الموسم واستثناني تماما من هذه القائمة. وأوضح الزجعان أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد شارك في مباريات ودية بعدها وقدم الكثير، فمرة سجل هدفا في مباراة وصنع هدفين، وخرج من المباراة بتحقيق نجاح باهر وتوقع أن يكون ضمن قائمة ال11 لاعبا الأساسيين. والصدمة أنه لم يكن حتى مع قائمة ال20، وأصر المدرب على بقاء القائمة كما هي. ويقول الزجعان في هذه الحالة شعرت بأن هناك مؤامرة وتهميشا كبيرا لي، واتفقت مع الفريق أن أنهي فترة الإعارة بعد أن قضيت منها 5 أشهر فقط لأعود لفريقي وجمهوري في الفتح. وعن اللاعبين الأجانب يقول الزجعان الفريق لم يوفق في اختيار أجانب جيدين، فعقودهم كانت صفقة خاسرة ووجودهم لم يضف للنادي أي جديد. ويشير إلى أن نواف المجيرن كان ينفق على النادي بسخاء وكان حريصا على تفوق الاتحاد وتميزه، لكنه لم يوفق في إدارته. دي كانت التصريحات النارية من علي الزجعان لاعب نادي الاتحاد السابق. وزي ما شفنا بيتكلم عن مؤامرة سواء من دياز وبعد كده من بندر بصريح اللي كان موجود أيضا في وقت دياز، لكنه كان بيطالبه بالصبر، وبعد ما هو تولى المسؤولية أيضا لقى تهميش أكبر منه. أيضا بعد ما تعاقد نادي الاتحاد مع بيليتش أيضا لقى علي الزجعان نفس التهميش بل أكبر، وحتى ما كانش بيلاقي انصاف من اي احد موجود في النادي، وكان بيشارك في مباريات ودية حسب كلامه ويصنع اهداف ويسجل اهداف، ورغم كده ما كانش بيلاقي نفسه في قائمة ال20، وكان ايضا بيليتش بيهمشه. فبيتكلم عن مؤامرة كبيرة حصلت ضده في نادي الاتحاد. الله اعلم الكلام ده فعلا صحيح ولا هو فعلا ما كانش على قدر طموح اي مدرب حضر الى النادي، سواء رامون دياز او بعده بندر بصريح او بعد كده بيليتش، فالله اعلم. لكن حتى جمهور نادي الاتحاد ما كانش مقتنع ايضا بعلي الزجعان عشان نكون بنقول الصراحة. بالتوفيق لعلي الزجعان مع ناديه الفتح، وبالتوفيق لعميد الأندية السعودية في اختيار لاعبين جيدين خلال المرحلة القادمة. يا ريت يكون عجبكم الفيديو، واتمنى تدعمونا باشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.